يحكى أنه في إحدى السنين عرضت بإحدى المحاكم قضية مرفوعة من إحدى بائعات الهوى على زميلتها في البيت الذي تشتغلان فيه. ادعت إحداهن أنها أقرضت زميلتها مبلغا من المال ولكنها أنكرته عليها ولم ترجعه. وفي الجلسة قرر القاضي الاستماع إلى المتخاصمتين، فقالت الدائنة: يا سيد القاضي، لقد طلبت مني هذه المرأة مبلغا من المال ولم ترجعه لي. والتفت إلى المتهمة: وأنت ماذا تقولين بهذا الادعاء؟ فقالت: يا سيدي، أنا لم أنكر بأني أخذت منها مبلغا من المال، ولكنني أرجعته لها. فطلب القاضي من الدائنة أن تقسم على كتاب الله الموضوع أمامه بأن صديقتها لم ترجع المال إليها. وهنا حدثت المفاجأة. نظرت الدائنة إلى كتاب الله وارتجفت وقالت للقاضي: لم أعد أريد المال لأنني غير طاهرة كي أقسم وأنا أشتغل في بيت للدعارة، فكيف أضع يدي على كتاب الله الطاهر؟ وأجهشت بالبكاء. التفت القاضي إلى المتهمة فلمحها تبكي هي أيضا، ووسط دموعها قالت: أنا لن أقسم أيضا، وأعترف أنني لم أرجع المال الذي بذمتي، وغدا سأرده إليها. رباط استيقافنا: يا ليت الذين سرقوا وخانوا ونهبوا وأقسموا بكتاب الله كذبا في البرلمان أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية عندهم نصف الأمانة والخوف من الله مثل هاتين العاهرتين. مع السلامة.